هي إزاي الأجهزة بتتوصّل مع بعض في الشبكة بتاعتك؟ تعالَ بسرعة في 5 دقايق هاحكي لك الnetwork topologies. ربنا كرمك وعندك أكتر من جهاز كمبيوتر وعايز توصّلهم مع بعض علشان تنقل ما بينهم البيانات والملفات، علشان تحميهم من الفيروسات، عشان حاجات كتير أوي. طريقة التوصيل بين الأجهزة أول ما بدأت كانت بادئة بحاجة اسمها الbus topology، ودي بكل بساطة كانت عبارة عن كابل ممدود، وأنت عندك أجهزة الكمبيوتر نفترض مثلًا جهاز في المكتب ده، جهاز في المكتب ده، جهاز في المكتب ده، وهكذا. وكان الكابل الواحد الممدود ده بيطلع منه كده تفريعة تروح على الجهاز ده، تفريعة تروح على الجهاز ده، تفريعة تروح على الجهاز ده، وهكذا. طيب من وجهة نظرك إيه المشكلة؟ بالضبط زي ما أنت قُلت كده، الكابل ده لو اتقطع أو حصل فيه مشكلة، التواصل أو الربط بين الأجهزة خلاص ما بقاش موجود. بعد كده نشأت الTopology اللي بعدها اللي اسمها الRing Topology. الRing Topology بقى دي كانت أذكى شوية من الBus Topology، وزي ما أنا لسه قايل كده ring يعني شبه الخاتم أو شبه الحلقة، فكانت الأجهزة بكل بساطة كانت عاملة كده، والكابلات خارجة منهم ملفوفة حوالين بعض بشكل دايرة زي ما إحنا شايفين كده، عشان كده اسمها Ring Topology. فكان كل جهاز بيطلع منه كابلين، كابل رايح للجهاز اللي بعديه، وكابل جاي من الجهاز اللي قبليه. طب إيه المشكلة؟ ممكن يكون حد فيكم فكر إن لو كابل واحد اتقطع، نفترض مثلًا الكابل ده كده اتقطع ما بينهم، ده معناه إن التواصل بين الأجهزة كلها اتقطع. تاني حاجة إن جهاز الكمبيوتر الواحد كان بيخرج منه كابلين، يعني أنت محتاج 2 NIC card. طيب حلها كان في إيه؟ عملنا بعد كده توبولوجي تالتة اسمها الstar topology. star شبه النجمة، ببساطة كانت عبارة عن جهاز في النُص، نفترض مثلًا إن هو ده السويتش مثلًا، وخارج منه أجهزة الكمبيوتر. فكل جهاز واصل له كابل واحد بس، ويقدر يتربط مع السويتش ويوصّل الداتا للجهاز التاني اللي جنبه وهكذا. فلو افترضنا بقى دلوقتي إن لو الكابل بتاع الجهاز ده كده باظ، إيه اللي هيحصل؟ الشبكة شغالة ما فيش مشاكل في أي حاجة، وهيقدر الجهاز ده يوصّل لباقي الأجهزة اللي موجودة، لحد ما نحل مشكلة الكابل دي ويرجع الجهاز يخش جوّه الشبكة تاني وهكذا. بس إيه المشكلة اللي بجد بقى اللي كانت موجودة؟ إن أنت عندك حاجة اسمها central unit، عندك جهاز رئيسي اللي هو السويتش، ده لو وقع أو باظ الدنيا كلها باظت، فبرضه في مشكلة. التopology اللي بعد كده بقى أو الحل الأخير اللي بعد كده حاجة اسمها الmesh topology، ودي كانت عبارة إن أنا لو عندي أكتر من جهاز كمبيوتر زي ما إحنا شايفين كده، أنا بقى باعمل إيه، باوصّل كل الأجهزة بكل الأجهزة. فباعمل إيه، مثلًا ده الجهاز رقم 1 باوصّله ب2 وب3 وب4، وجهاز رقم 2 هاوصّله ب1 و3 و4، وجهاز رقم 3 باوصّله بالباقي كلّه، وجهاز رقم 4 باوصّله بالباقي كلّه. فبيعمل الشكل ده مربع كده وجواه X. دي اسمها الmesh topology. الtopology دي اسمها الtree topology، شبه الشجرة كده. بُص أهو، الغصن مودّي على اللي بعده، على باقي فروع الشجر، وكل برضه فرع مودّي على باقي أوراق الشجر وهكذا. دي اسمها tree topology. ده ببساطة كده إزاي توصّل أجهزة الكمبيوتر بتاعتك في الشبكة، والفرق بينهم من أول لمّا اخترعنا يعني إيه topology أو يعني إيه توصيلات باستخدام الbus topology، لحد ما وصلنا للtree topology، ولحد كمان ما وصلنا إن إحنا نقدر نستخدم دلوقتي أكتر من توبولوجي مع بعض، hybrid بين الstar وبين الring وهكذا. طبعًا ده جزء بسيط خالص من جزء أساسيات الشبكات اللي في كورس الIT help desk اللي هنتعلم فيه أساسيات الكمبيوتر وأساسيات الشبكات وأساسيات الcyber security وكمان أشهر المشاكل اللي هتقابلك كل يوم وأنت شغال. لو عايز تعرف أكتر وعايز تعرف التفاصيل تقدر تبعت لي على الواتساب على الرقم اللي هاسيبه لك يعني ده، وهابعت لك كل التفاصيل. لحد هنا وكفاية، ما تنساش تصلي على النبي. أشوفك على خير، سلام.